الهيموفيلي ولا بالعربية الهيموفيليا اللي هو مرض نزيف وراثي، النزيف يكون حاد جدًا، المرضى راهم يعانوا بصمت، ماشي حاجة ساهلة، الشباب الجزائري راه واعي أكثر من اللي كان قبل، وأنا خيّرت نكون واحد من هاد الناس نؤمن بفكرة التغيير من أجل الرقي. مرحبا بكم في وقتها الميديا تاع الاتحاد من أجل التغيير والرقي. اليوم أنا في حصة وين بيها مع محمد قناوي. مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا الزول، معكم قناوة محمد، شاب جزائري et aussi je suis un lycéen et un hémophile assez rare. على بالي اليوم حتعلمنا بزاف صوالح. دونك نبدا لك لا بروميير كيستيون، وشنو هي ليموفيليا؟ Alors الهيموفيلي ولا بالعربية الهيموفيليا اللي هو مرض نزيفي وراثي اللي يسبب لنا مشكل في أحد عوامل تخثر الدم سواء le facteur 8 ou bien le facteur 9. C'est quoi le facteur 9 ou bien le facteur 8؟ هما عوامل الدم اللي مسؤولين على تجلط الدم، يعني في حالة طُحت والّا انجرحت هما المسؤولين إنه يخاطروا لك الدم. mais moi vu que ما عنديش العامل الثامن anémophilie sévère، يعني في حالة طُحت والّا انجرحت غادي الدم يسيل لي وما يحبسش لا قدر الله. وعلى بالي عندك واحد البطاقة وريتها لنا من قبيلات، Oui. اسكو تقدر تفهمنا وشنو هادي؟ Oui, alors, cette carte, c'est une carte pour l'hémophile اللي فيها الصورة الشخصية تاعك، الاسم واللقب والمعلومات تاع الدواء اللي تاخدو et aussi les gestes contre-indiqués اللي يكونوا عند مريض الهيموفيليا. وهاد البطاقة راهي مهمة بزاف بزاف عند كل مريض هيموفيليا اللي خاص يكون عنده مثل بطاقة التعريف الوطنية تكون دايمًا في الجيب تاعو. لأنه حتمًا قادرة إنه تنقذ الحياة تاعو في حالة طُحت برا أو فقدت الوعي. غادي من يشوفوها لي بومبيي غادي يعرفوا واش هو المرض اللي عندك، ويقولوا لي médecin directement واش هي لا maladie اللي عندك. اللي حاولت ندير بطاقة جديدة pour nos patients hémophiles اللي هي على شكل هذه البطاقة اللي تكون بحجم البطاقة البنكية، اللي غادي تكون plus pratique لchaque patient. لأنه البطاقة القديمة هي بطاقة كرتونية اللي قادرة تمزق ولا قادرة تشمّخ ولا حتى و des fois تكون معيقة. هذه جديدة نقدّو نخلّوها juste في البورتموني الجيب يعني تكون دايمًا معانا، اللي غادي تكون plus pratique لchaque patient émotionnel. هايلة. و دونك قُل لي أنا au départ كيفاش حتعرفوا والديك بلي عندك هاد المرض؟ أوكي، à l'âge de 5 mois بداو يخرجوا لي هادوك les ecchymoses ولا كيما نقولوا حنا الزروقيات les bleus. كانوا في العايلة يقولوا بلي المُمنين المُمنين، mais vu que كانت عندنا هاد المرض في العايلة تاعي، والأم تاعي كان عندها الأخ تاعها مُصاب أيضًا بمرض الهيموفيليا. يعني شكّت وبشكل كبير إنه أنا أيضًا كنت مُصاب بمرض الهيموفيليا. et à l'âge de 9 mois قمنا بالتحاليل الطبية المناسبة، واتأكدوا باللي عندي الهيموفيليا أسيفيغ الهيموفيليا ألف الصنف الحاد. وكيفاش تكون الحياة اليومية ولا الحياة السنوية تقدر تقول تاعك؟ alors أنا بالنسبة ليا يعني بالتقريب معدل الحياة اليومية أو السنوية تاعي 3 mois par an نكون في l'hôpital. أمّا هادوك الشهورا اللي بقاو نقدر نقول باللي غادي يكون كاين الألم، لأنه ماشي أي ألم نقدر ندخل عليه l'hôpital، غادي يكون كاين ألم ولا حتى juste une sensation de gêne. شي نقدر نقول بالاك سنويًا يكون عندي في المجموع شهر اللي نحس روحي إنسان شبه عادي، ما يكونش عندي كاع الألم في الجسم تاعي. دونك كاين صوالح ما تقدرش ديرهم، ما تقدرش تروح تلعب ماتش في الحومة مثلًا. Exactement. vu que أنا راه عندي الهيموفيليا وهي من الصنف الحاد، يعني عندي النزيف يكون حاد جدًا في حالة نجرح حتى يكون جرح صغير أولا نطيح أولا نضرب. وأي sport de combat أو sport d'un contact direct مع le corps ولا مع الmuscle ولا مع l'articulation،
غادي يسبب لنا نزيف حاد جدًا، وهذا النزيف قد يكون نزيف مزمن، يعني هاديك لا سيركيلاسيون تكون ولا تولي une circulation cible، يعني مفصل يكون في أي وقت يقد يصير لك فيه un saignement. دونك في الوقت الفراغ تاعك كيفاش راك تعمرو؟ أنا قبل وقت الفراغ تاعي كنت نعمّرو بتعلم اللغات. أولًا كان عندي هواية في تعلم اللغة الإنجليزية، وصراحةً كنت أي لغة نسمعها أو نسمع واحد من الأقارب تاعي إنه يتحدثها نقول علاش؟ هو راه يتحدثها وأنا راني نتحدثها، ياك هو عنده عقل وأنا عندي عقل، هو إنسان وأنا إنسان، علاش هو يتحدث اللغة هاذيك وأنا ما نتحدثهاش؟ وأيضًا à l'âge de 15 ans 16 ans بديت نبحث شخصيًا في الهيموفيليا scientifiquement et cliniquement. كنت نحوّس في les cours تاع الmédecine hématologique، كنت نحوّس باش نفهم la physiologie hémophilique cliniquement et scientifiquement. دونك كنت مازال ما لحقتش الليسي ديجا كنت قرا تاع الجامعة ياك؟ Exactement، كنت نقرا بالتحديد علم الهيماتولوجيا أو علم أمراض الدم، اللي عادةً اللي عادةً طلاب الطب يقراوه في السنة الرابعة. الله يبارك، الله يبارك. مالا كي نحكيو على القراية، كيفاش تكون حياة تاع تلميذ اللي عنده هيموفيليا؟ القراية تاع تلميذ عنده الهيموفيليا أو أي مرض مزمن اللي قد يسبب له إعاقة في ممارسة النشاط اليومي تاعه أو حتى النشاط الدراسي داخل أو خارج المدرسة. نقدر نقول باللي ماشي حاجة سهلة بسبب الغيابات المتكررة اللي عنده. كاين بعض الأساتذة اللي نقدر نقولوا ربي يهديهم، اللي يظلموا بزاف التلميذ، يمدّوا له الأصفار وبغير الشفقة، ونقول الحمد لله وبفضل ربي لقاني مع ناس يعاملوني بكل إنسانية، وبعد من هذا المنبر نوجه لهم شكر كبير، سوا في الprimaire أو bien في الثانوية أو حتى في الثانوية، وخاصةً المشرفة العامة تاع الثانوية اللي راني فيها، مدام عادلة. يلّي كانت توفّر لي وما زالت لحد الساعة توفّر لي كل الشروط اللازمة إني ما تخلّينيش نحس بلي je suis un élève malade، إني دايمًا تشجّعني وتسهّل لي كل شيء، هي وكاع المشرفات اللي معاها الحمد لله، اللي يعاملوك بكل إنسانية ويسهّلوا لك ويحوسوا يبسطوا لك الحياة المدرسية من أجل إنجاح مسيرتك الدراسية. يعطيك الصحة. وفي النظرة تاعك النظام التربوي في الجزائر هل راهو مكيّف للتلاميذ اللي عندهم هيموفيليا مثلًا؟ d'après moi non، وكيما قُلت ما كاينش غير المشكلة، كاين الآلاف من التلاميذ ومن المرضى راهم يعانوا وبصمت. تاني nous avons تاني الهيموفيليا بأنواعها اللي يعانوا. كيما قُلت لك اللي بسبب هذا المرض وهذا النزيف الحاد المتكرر، التلميذ يكون شديد الغيابات، أي أنه ما يحضرش كل الدروس وأحيانًا يغيّب في فترة الفروض والاختبارات. هذا الشيء اللي des fois يحطّوا له des 0 des fois ما يحسنش العون الأستاذ أو حتى المدير المؤسسة، بعد des fois حتى بلي certificats médicaux ما يقبلوش إنه باش يعاودوا له بعد لهذا الباب هذا. نتمنى إنه تكون كاينة رقابة أكتر في هاد الكوتي. إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله. وعلى بالي هاد العام إن شاء الله عام تاع الباك، Ouais exactement. ندعو لك إن شاء الله. بالنجاح إن شاء إن شاء الله، الله. قاع الناس يجوزوا الباك هاد العام. إن شاء الله. بصح حبيت نسقسيك كيمالا، واش راك دير هنا، واش راك دير في وقتها الميديا تاع الاتحاد من أجل التغيير الرقي وجيت تحكي على السياسة؟ كيفاش؟ هذه c'est une bonne question. أنا في سنة 2024 في الانتخابات المسبقة اللي صرات، كنت قاعد في الدار. ما أنا صراحةً كان عندي هواية بالسياسة، لكن ما كنتش ييجي في راسي إنه
غادي نخرط اليوم ولا يكون عندي تعاطف مع حزب سياسي معين ذو اتجاه سياسي معين. جامي صراحة، هذه جامي حتى في العائلة تاعنا ما كاينش الناس اللي يديروا السياسة أو غير ذلك. كنت نطلع في راني شايفه في تيك توك، خ أبان خرج لي الفيديو تاع مدام زبيدة عسور كانت تهضر على البروغرام إيتسيتيرا، إيتسيتيرا. بون عجبتني هضرتها كيفاش كانت تبسّط المصطلحات والأفكار تاوعها للمواطن البسيط والمواطن العادي. دخلت أكثر في لا باج، وليت نشوف دخلت في الموقع تاع الحزب، وليت نطلّع، شفت البروغرام، شفت إلى غير ذلك. حوّست أكثر تاني على شكون هي مدام جبيدة عسول. et puis في نعقل في البيو كان كاين un formulaire à remplir. Je l'ai rempli et puis اتصلوا بيا، نعقل اتصل بيا monsieur جليل اللي في ديك الفترة كان مكلّف بالإعلام في حملة السيدة جبدة عسول للانتخابات لسنة 2024. صح on a changé et tout. et puis جاو هُما الوهران تلاقينا. ونعقل مليح إنه مدام عسول قُلت لها بلي فوالا جو سوي محمد قناوة j'ai 16 ans parce que تما j'avais 16 ans. أبا هدرنا ونعقل الشيء اللي طار الانتباه تاعي إنه عاملتني مثل البقية، كاين تماك ناس كبار وراشدين، إلا أنها عاملتني كالبقية. يعني الشيء اللي يثير الانتباه في مدام زبدة عسول أنها تخاطب الإنسان كعقل يفكر وكلسان ناطق، ما تاخدش بال بعين الاعتبار السن تاعو أو الجنس تاعو أو اللغة تاعو أو الديانة تاعو. كيما نقولوا تاني كان عندها توجه سياسي اللي يساعد الشباب في الانخراط للعمل السياسي. وفي هذاك الوقت اللي تعرّفت على الحزب وعلى الأستاذة كان عندك 16 سنة، نعم، تسمى ما كنتش قادرة تعمّر الاستمارة، نعم. واش درتي بعدا؟ ben في ذاك الوقت أقنعت الأم تاعي أولًا et puis mon père إنه فوالا بلي فوالا هاد لو بروغرام السيدة جبدة عاشور راهي تنادي بلا séparation des pouvoirs ومن أجل دولة القانون والمؤسسات. هذا الشيء اللي تاني عجب لي parents تاعي وشجعوني عليه. وكنا نلايمو الاستمارات في وهران حتى بعض الولايات بعض الولايات المجاورة. بقينا دايمًا في اتصال مع الحزب حتى مسيو جليل رأس الحزب وشاهدنا كيفاش مدام جبدة عسول elle a passé le flambeau ي ي للشباب اللي كانت وما زالت تأمن باللي الشباب هُما هُما الوسيلة نحو التغيير و لأنه نشوف الشباب الجزائري الآن راه واعي أكتر من اللي كان قبل. C'est ça. والله يبارك وأنت تمثّل مليح هاد الشباب Merci اللي beaucoup. واعي، وعلى بالي دوكا الناس راهم يشوفوا راهم حايبين ربما يتعرفوا شوية على الأفكار السياسية تاوعك، احكِ إمم. لنا شوية أنت النظرة تاعك للجزائر اليوم. أنا نشوف باللي مستقبل السياسة في الجزائر مازال مفتوح، لكن يحتاج الوعي وتنظيم وشجاعة. كما قُلت من قبل الشعب الجزائري الآن راه واعي أكتر من ما كان واعي من قبل. ويعرف حقوقه très très bien. ويعرف أيضًا باللي التغيير ما يجيش فقط بشعارات، بل يجي بالعمل. وهذا العمل اللي نقدر نقول باللي حان الوقت إنه chaque jeune algérien mature إنه يقوم بالعمل السياسي. العمل السياسي ماشي مشروط فقط بالانخراط في الأحزاب السياسية، يعني فقط التغيير أو محاولة التغيير أو بزرع
ثقافة التبليغ أيضًا هو نقدر نسميه أن هذا راه عمل سياسي. وتاني فقط إنه يليق نفهموا حاجة، التغيير هو نتيجة الوعي، يعني ما غاديش يجي بين ليلة وضحاها، من الشعب تاعنا يكون واعي ولا الإنسان يكون واعي ينجم إنه يغيّر سوا في الناس أو في المحيط تاعه وأنا خيّرت نكون واحد من هاد الناس، إنه نؤمن بفكرة التغيير من أجل الرقي. والحمد لله لقيت حزب اللي نشارك معاه في عدة نقاط، اللي هو حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، اللي مارس حتمًا السياسة بطريقة مختلفة، si je peux dire طريقة جديدة في الميدان السياسي الجزائري، une façon plus friendly مع المناضلين اللي ما كانش الحاجز تاع الرئيس، نائب الرئيس، le secrétaire général et cetera يعني كأننا عائلة واحدة، كأننا حتى في السياج جيت وشفت genre plusieurs fois إنه دايمًا تكون كاينة هاديك روح الصداقة بين المناضلين، حتى من يكون مناضل جديد دخل ما يتعاملش كأنه جديد بل كأنه فرد في مجموعة من وين تا هاد الشيء اللي vraiment يثير الانتباه في حزب ال الاتحاد من أجل التغيير والرقي. هايلة. كيما شفت في لي زيبيزود اللي فاتوا راك على الكرسي، كيما تعرف الكرسي عندنا هو اللي ياخد القرار، هو اللي عنده المسؤولية. غدوة إن شاء الله أنا نشوفوك في مسؤولية إن شاء الله مع الاتحاد من أجل إن شاء التغيير الله. والرقي، وشنو هو قرار ولا مشروع راك حايب تجسدو في أرض الواقع. إذا حتمًا وصلت le pouvoir نأمل أنه نحقق مشروع مدام زبيدة السول في la séparation des pouvoirs وبناء دولة القانون والمؤسسات، لأن في حالة كانت عندنا دولة قوية واستقلالية القضاء خاصةً اللي نعتبرها أمر مهم، لأنه من يكون عندنا استقلال في القضاء ما كاش حاجة اللي غادي تخاف منها تقول بلي فوالا كيما على بالك العقلية تاع الجزائر تاع فلان عنده العرف فلان عنده الكتاف، لكن في حالة لو إنه كانت كاينة استقلالية القضاء ما نشوفش بلي غادي تكون كاينة دي بروبليم سوا بوليتيك سوا سيفيك سوا نشوف بلي دايمًا مشروع ا استغلال استقلالية القضاء والفصل بين السلطات السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية هو أمر مهم جدًا. إن شاء الله شوفوها. إن شاء الله. دوكا الكلمة الأخيرة، إذا عندك كلمة أخيرة توجهها. وي هاد الكلمة الأخيرة اللي عندي ماذا بيا نوجّهها لكل إنسان يعمل أو في مجال الصحافة إنه يسلطوا الضوء ولو شوية على مرضى الهيموفيليا وهذا المرض ولو مرة واحدة في السنة اللي تكون بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يصادف 17 أفريل من كل سنة، باش تكون كاينة توعية، تكون كاينة مبادرات من طرف الجمعيات أو من طرف حتى الأطباء في أيام تحسيسية أو خاصةً للتلاميذ المتمدرسين باش يفهموا كتر وكتر les enseignants تاوعهم. و وأنا كانت عندي بعض المحاولات إنه يعني نفهم الوسط المدرسي c'est quoi l'hémophilie عن طريق يعني هاد المطوية اللي درتها اللي كان فيها هنا الجانب الأول باللغة الفرنسية، والثاني باللغة الإنجليزية understand كيما في الريق، وفي الداخل كنت كاتب باللغة العربية بالتفصيل باش يفهموا جميع الأساتذة والطاقم الإداري اللي أنا يعني شخصيًا شرفت إنه وزّعتها على كل أستاذ كان مشرف عليَّ في فترة الثانوية، وإن شاء الله أو لماذا لا ما يتمش نشر هذه المبادرة من قبل الجمعيات أو الجهات المختصة، باش إن شاء الله يكون كاين وعي كافي لهذه الفئة المهمشة.
وتاني نحب نشكر كاع لو بيرسونيل médical et paramédical يعني سواء في كناصيال وين كنت نتبع ولا حتى في المستشفى الجامعي CHU دارون دكتور بن جرجب اللي فريمون قاموا بالواجب وكما قلت أنا يعاملوني بكل إنسانية وحب وخاصة الطاقم الشبه طبي اللي دايما نقول هو اللي يكون بروش ويحين أكثر مع مريض الهيموفيليا ان كون ميرسي اي اوسي ما ننساش فضل البروفيسور مسعودي رئيس مصلحة أمراض الدم في المستشفى الجامعي لوهران اللي نقدر نقول له ميرسي بوكو بروفيسور. وتاني نحب نشكر كاع الطاقم التقني ورجال الخفاء اللي راهم هنا حاضرين في l'émission نديم ماحي جليل و et merci beaucoup pour l'invitation. Et aussi un merci لمدام زبيدة عسول اللي خلتني نؤمن بأن السياسة ماشي غير شعارات بالديمقراطية أو بل هي فعل يجسد على أرض الواقع وخلاتنا نؤمن بالسياسة كاينة بعيدا عن خطاب الخشب. يعطيك الصحة محمد، إن شاء الله نزيدو نتلاقاو باش إن شاء نزيدو الله نتعلمو صوالح جداد تاني، على خاطرش بإذن الله. كاين الناس راهم يشوفوا لا فيديو هادي حيعاودو يشوفوها بليزيوغ فوا باش يعاودو يشوفوا المعلومات، وتاني كيفاش يتعاملوا مع الناس اللي يعرفوهم ربما اللي عندهم هيموفيليا. ونقول لكم يعطيكم صحة كي تبعتوا ليبيزود تاع اليوم. تابعونا على اليوتيوب، على الفيسبوك، تيك توك، انستغرام، وتحية الجزائر. تحية الجزائر.